السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أحلى متتبعين، نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو بالصحة والراحة وطول العمر وباش ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت نحضر معكم الطورطه اللي كتجي غزاله غزاله، كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وكتعجب حتى الكليان ديالي، فقلت علاش لا اللي ما نشاركهاش معكم ان شاء الله. وندوزو للطريقه على بركه الله. هنا عندي حبه ديال البيض وقريصه ديال الملح وساشي ديال الفاني، نص كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الزيت كيف ما كتشوفوا معايا. درتهم في هذا البول هذه وهذا الاناء صافي، وغنمزجهم مزيان يعني بالخلاط اليدوي بالطراب اليدوي. نحاولوا نطربوها مزيان مزيان حتى نحسوا بديك السنيده بدات كذوب لينا كذوب معنا. غنضيف ساشيه ديال الكاكاو، يعني الكاكاو مر يمكن لكم تعوضوه معلقه كبيره ديال الكاكاو. صافي غنمزجوها مزيان كيف ما كتشوفوا معايا حتى ندخلوا ديك الكاكاو في الخليط ديالنا. نحاولوا يعني ندمجوها مزيان مزيان، صدقوني راها كتجي غزاله، غير جربوها. وهنايا عندي نص كاس ديال الماء دافي، غير دافي صافي، وغنمزجو تا هو مزيان. وهنا نبدا نضيف الدقيق، هنا عندي كاس ديال الدقيق، وغنبدا يعني ندير بالتدريج بشويه بشويه نخلو صافي، ونبداو نخلطوا في الخليط ديالنا. كنتمنى تعجبكم هاد الطورطه هذه، وما تنساوش تشتركوا في القناه باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي، وما تنساوش لايك الفيديو. الله يجازيكم بخير فضلا وليس امرا صافي. وهنايا غنمزج هاد الدقيق كيف ما شفتوا معايا، وغنزيد النص الاخر اللي تبقى ليا حتى هو يعني غنخلو وغنمزجوه. كما قلت لكم الصراحه د الله راه كتجي هاد الجينواز كتجي غزاله غزاله، ما تحتاجي لا طراب كهربائي لا حتى شي حاجه، يعني لا عجانه لا حتى شي حاجه، غير باليد راه كتحصلي على هاد الجينواز هادي، راه كتجي ناجحه تنجح معاك من اول مره بالنسبه للمبتدئات. هنايا عندي خماره من وزن 8 غرام، حتى هي غنضيفها يعني حتى الاخير. ممكن لكم تضيفوا معلقه ديال الخل، انا ما متواجدش عندي دابا ما ضفتهاش صافي. كيف ما شفتوا معايا بعد ما دخلنا ديك الخميره في الخليط صافي، هنايا غادي نجيب واحد الاطار، يمكن لكم واحد السيركل مربع، نتوما يمكن لكم ديروا اي سيركل داير ولا كيبقى لكم الاختيار، يعني على حسب متوفر عندكم، ولا ديروها في داك المول ديال القراصات يعني اللي كيتحل من الجوانب ديالو صافي. هنا انا راه مشعله الفران، غندير الطيب تاخذ معايا شي 14 دقيقه بحال ما هكاك حتى 15 دقيقه على حسب كل فران صافي. ملي غادي طيب ان شاء الله نهبطها شويه لتحت وما تخليوهاش حتى تنشف وتقصح صافي. هنايا هي كيف ما شفتوا راه كتبان اسفنجيه، يعني كتبان رطبه، يعني راه كتجي كما قلت لكم غزاله صافي. انا غادا نديمو ليها نحيدها من هذا الاطار وغادي نغسلو باش نحضروا كريمه ان شاء الله صافي. هنا بعد ما حيدتها ودرتها في هاد السيبوره هذه كيف ما شفتوا معايا، وغندوزو نحضروا الكريمه. هنايا عندي 4 الكؤوس ديال الحليب، وهنا عندي 3 المعالق ديال النشا، 3 المعالق ديال السكر حبيبات يعني السنيده، 2 ساشي ديال الفلو صافي. غندوزو يعني نديرو الحليب راه بارد، نضيف المكونات كاملين في الحليب وهو بارد يعني، وغنمزجوهم مزيان على البارد صافي. هنا نضيف هاد 2 ساشيات ديال الفلو، نتوما راه عندكم هداك الكبيره يمكن لكم تضيفوا علبه وتنقصوا السكر، يعني تستغناو على السكر ولا ديروا غير معلقه صافي. كما قلت لكم غنحرك كلشي على البارد، يعني الحليب بارد، غنمزجهم مزيان تيحيدوا ليا دوك التكتلات. غنضيفوه فوق البوطه على عافيه مهيله، والتحريك يكون مستمر يعني باش تجينا الكريمه يعني كريميه، ما يجوش في هذوك التكتلات ولا يعني يبقاو في هذوك القطع. ها هي كيف ما شفتوا معايا راها كريميه الصراحه د الله. هنا غنضيف لهاد الياغورت هذا كيف ما كتشوفوا معايا بالفواكه، يعني غنضيف 2 ديال العلب صافي. هنايا كيف ما شفتوا معايا بعد ما ضفنا العلبه الاولى غنضيف العلبه الثانيه صافي، وغادي نمزجوها حتى هما نمزجوهم في وسط هاد الكريمه، يعني ما حدها باقا سخونه غنمزجوهم مزيان. كنتمنى يعني الطريقه تكون واضحه لكم وحتى الشرح يكون واضح لكم ان شاء الله ويعجبكم الفيديو ديالي ان شاء الله صافي. هنايا كيف ما شفتوا هي وجدت ليا الكريمه، خلطتها يعني مزيان مزيان حتى اندمجت الكريمه مع داك العلب ديال الياغورت. هنايا انا بديت كنخوي في الكريمه فوق من الجينواز، يعني ما سقيتها ما حتى شي حاجه، يعني راه الكريمه سخونه ملي كتضيفها فوق الكيك او الجينواز يعني راه كيرطب
صافي غندخلها للثلاجه ونخليها حتى تبرد ونعاود نتلاقى بكم مره اخرى ان شاء الله. غندوزو نحضروا الكلاصاج اللي غنكلاصيو به. هنايا عندي معلقه ديال السنيده، معلقه كبيره، واحد العلبه ديال الفلون ديك الصغيره، وهنا كاس ديال الماء ما عامرش، وغنحركهم مزيان يعني نمزج مزيان ونحطه فوق البوطه حتى يبدا يغلى، حتى يبدا يعني جاي الغليان. صافي هنايا بعد ما وجد لينا كيف ما شفتوا معايا غادي نخوي بعد ما بردات لينا الطورطه ديالنا، غنخوي فوق منها كيف ما كتشوفوا معايا. ديروا شي سباتيله بحال هكا ولا معلقه باش ما يتحفرش لكم هذاك الكريمه. صافي درتها في الثلاجه حتى بردات، وها هي بعد ما بردات يعني وتماسكات، يعني تحطوه فوق فوق سطح العمل حتى يحيد منه داك البخار ويبرد واحد شويه، تدخلوه للثلاجه. صافي بعد ما بردات كان هذا يعني هو الشكل ديالها كيف ما شفتوا معايا، راه كتجي غزاله ويمكن لكم تزينوها باش ما حبيتو، ولا تحتفظوا بها بحال ما هكاك، ولا تزينوها كيف ما حبيتو نتوما. المهم انا زينتها بحال ما هكا بشويه الورد بيض، وزينت بهذوك حبيبات الشوكولاته يعني اللي تيكون بالكحل والمارو البيض. كيبقى لكم الاختيار تزينوا باش ما حبيتو، كيف ما تنقول لكم دائما كيبقى لكم الاختيار. انا نقطعها معكم وتشوفوها، راه اللي داقها كيحماق عليها واللي كومونداها يعني كيعاود يطلبها مره اخرى. كنتمنى حتى نتوما تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، علاش لا، وديروها لوليداتكم كما قلت لكم لضيافكم، او تعتمدوها في لي كوموند ديالكم. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي فضلا وليس امرا. الله يجازيكم بخير. كنتمنى يعني ديروا لايك للفيديو، راه كتنساو. الله يحفظكم. شوفوا كيفاش كتبان من الداخل ديالها، راه كتبان غزاله غزاله. كما قلت لكم يمكن لكم تعتمدوها في الطلبيات ديالكم. بالنسبه للقطر ديالها يعني راه 20 على 20، وبالنسبه للثمن باش تخرجوها يعني على حساب كل مدينه يعني 70 درهم حتى 60 درهم يعني الطورطه. هي القطر ديالها 20 على 20. شوفوا يعني القوام ديالها كيفاش كيبان، والجينواز راها كتجي رطبه وغزاله. كنتمنى يعني تعجبكم. وفي الصراحه وصلنا لاخر الفيديو، ما سخيتش بكم وتنقول لكم بسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.